طيب خلاص انا شفت الطواله عندي، لازم الطواله عندك تكون نظيفه. يعني ما ينفعش احط علف على علف، ليه؟ لان العلف اللي متبقي عندك في الطواله ده بنسبه كبيره هينمو عليه ايه؟ هينمو عليه كائنات حيه دقيقه ممكن تسبب زي مثلا فطريات تديني افلاتوكسينات، تعمل لي سموم فطريه، تقلل لي معدلات النمو بتاع الحيوانات رغم ان انا مستخدم عليقه كويس. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان العليقه لما تبقى نظيفه، فبالتالي هنا الحيوان ما هو برضه ليه قابليه واستساغه لما يكون المكان اللي هو واقف فيه كويس والحيوان يشعر بالراحه وبالرعايه، هيبدا يقبل على العلف وياكل وجبته ويبدا ان هو يديك معدلات نمو ايه كويس. طيب كمان لازم ان انت تبص على ايه؟ على الروث بتاع الحيوانات، لان الروث ده قصه. ده انت لازم تحدد السكور بتاع الروث اللي هيقول لك اداره التغذيه عندك صح ولا غلط. يعني ايه؟ يعني انا مثلا هلاقي الروث بتاع الحيوانات جامد ومتقطع، يعني الحيوانات دي الهضم بتاعها كويس وما فيش فيها مشكله.